الراجل كان بيصلح طبق الدش فوق السطح وفجأة ايده ثابت وما قدرش يمسك نفسه، وهو بيقع قبل ما يخبط في الارض بثانية كلب احمر ضخم انقذه. الناس ما كانتش مصدقه، عمرهم ما شافوا كلب بالحجم ده قبل كده. كانوا متفاجئين وفرحانين في نفس الوقت. بس السؤال اللي جنن الكل، الكلب ده كبر كده ازاي؟ من كام يوم بس الجرو الصغير ده كان لسه مولود بيلعب استغماية مع اخواته. فجأة مجموعة ناس دخلوا البيت وحطوا عيلته كلها في اقفاص وخدوهم معاهم. الجرو كان محظوظ، قدر يستخبى ومحدش شافه، ولما رجع لقى المكان فاضي وعيلته كلها مش موجوده. قلبه وجعه وخرج يدور عليهم، بس المسكين ما كانش يعرف الشوارع. جري في نص الطريق والعربيات كانت هتدهسه. لحسن الحظ قدر يوصل لحديقة فيها حيوانات صغيرة كتير وبدأ ينافس الحمام على الاكل. في الوقت ده راجل كبير طيب شافه وخده معاه لمركز انقاذ الحيوانات اللي كان بيديره. المركز ده كان فيه حيوانات نادرة كتير. بعد شوية بنت صغيرة جت المركز، واول ما شافت الجرو الاحمر الصغير وقعت في حبه على طول. بس ابوها رفض تاخده، فاضطرت ترجعه للمكان وهي حزينة. بالليل وهي راجعة اوضتها سمعت صوت جاي من الشنطة بتاعتها. لما فتحتها اتفاجئت ان الجرو جواها. البنت فرحت جدا، بس ما كنتش تعرف ان الجرو ده عنده قدره عليه. لعبوا سوا كتير وبعدها ناموا. لكن لما البنت صحيت الصبح مصدقتش، الجرو كبر وبقى قد الفيل. في الاول افتكرت نفسها بتحلم، راحت تصحي ابوها بسرعة، ولما الاتنين شافوه كانوا في حالة ذهول تام. في الاخر العيلة قررت تحتفظ بالكلب وتقبل وجوده، حتى اخدوه الحديقة يلعب. لكن الكلب كان ضخم جدا. الناس اتجمعت حواليه وصوروه ونزلوا الصور على الانترنت. الصور انتشرت بسرعة وجذبت انتباه شركة تكنولوجيا حيوية كانت بتبحث عن مخلوقات بالشكل ده. بس نيتهم ما كانتش خير، كانوا عايزين يستغلوا الكلب لمصالحهم وبدأوا يحاولوا ياخدوه من البنت.